كتجي واحد الوقيته في حياة الانسان كيعيا، كيعطي السلاح، ما كيبقى قادر يدير حتى شي حاجه، ماشي حيت ما بغاش ولكن حيت الطاقه سالات. النعاس كيهرب والعقل كيبقى خدام 24 ساعه على 24. التفكير ما كيوقفش والافكار كدور بلا رحمه. في هذه المرحله كنفضل السكوت، ماشي حيت ما باغاش نهضر ولكن حيت ما عارفاش نشرح مالي، حيت انا براسي ما فاهمش شنو واقع ليا. كنكون عيانه ومع ذلك ما كنبغيش شي واحد يضغط عليا باسئله ولا يعطيني شي نصيحه ولا يحاول يصلحني. ولكن بكل صراحه واخا في هذه اللحظه اللي ما كنستحملش فيها حتى راسي، ما كنكره شي واحد يقرب ليا ويقول لي مالكي، عاودي ليا شنو عندك، واخا ما قداش نجاوب ويقول لي انا معاك في كل الحالات. حيت حتى الا ما جاوبتكش وحتى الا ما عرفت شنو فيا، فهاد الكلمات اللي غادي نسمع منك كيحيدوا عليا شويه ديال الثقل وكيخليني نحس بلي ماشي بوحدي. وفاش العقل ما كيوقفش كنقلب على شي طريقه باش نسكتو. شي مرات كنختار نجلس بوحدي ونبقى غير ساكته، وشي مرات كنفضل نرسم اولا نكتب، ماشي هروب ولكن محاوله باش نحبس داك الضجيج اللي كاين داخل ديالي. حيت الا بقى خدام بحال هكا غادي يعيا وغادي يجرى معاه حتى النفس. وخاصنا نكون واعيين بلي الا بقات هاد الحاله هادي اولا الا طال هاد العياء وإلا كل نهار كنحسو بهاد الثقل، فراه هاد المرحله هادي يقدر تدخلنا في واحد لا ديبرسيون اللي صعيبه شويه. ماشي ديما لا ديبرسيون كتبان بالبكاء، كاين اكتئاب اللي كيبان بالفراغ وبالعزله وفقدان الرغبه في شي حاجه كانت كتفرحو. المشكل ماشي انني نمر من هاد المرحله، ولكن المشكل هو انني نتجاهلها ونتصرف بحال ما كاين والو. لهذا في هذا الوقت ما كنحاكمش راسي وما كنقولوش علاش انا هكا، كنحاول نسمع راسي. حيت العياء ماشي ضعف، العياء رساله. واخا كنحتاج نبقى بوحدي نكتب اولا نرسم اولا نسكت، راه حتى هو دعم كيبقى مهم. في مرات اكبر دعم ماشي هو الكلام، غير يبقى شي واحد حداك ويحترم السكوت ديالك ويفهم باللي الوجود ديالو كافي. كنشكر كاع الناس اللي كانوا معايا في هاد اللحظات الثقيله واستحملوني في الوقت اللي انا ما كنتش مستحمله راسي، وقالوا لي انا معاك وثقوا فيا ماشي غير بالكلام بالفعل. فإلا كنتي كتسمع دابا هاد الهضره هادي وحسيتي براسك باللي كاين في هاد الكلام، فبغيت نقول لك باللي انت راك ماشي بوحدك، وهاد الوقيته هادي راه غادي تدوز لا حالا يدوم.